بابا، هو مين الشخص اللي قاعد ورا تيتا ده؟ الجملة دي طلعت من عمر ابني لما شاف صورة جدتي الله يرحمها، بس الغريبة إن ما كانش في حد غيرها في الصورة. لما سألته فين، قعد يشاور لي على مكان مفيش فيه حد، وكان مصمم جدا كأنه شايف حد فعلا، وبيقول لي كمان إنه شخص شكله مخيف ومرعب. أخدته على قد عقله وقلت له هبقى هسأل جده ولا أي حاجة عشان أسكته ده، كأنه شايف حد فعلا. المهم فضولي خلاني أروح أسأل والدي وأقول له عمر بيقول إنه شايف شخص قاعد ورا جدتي الله يرحمها في الصورة اللي وريتها له، شخص لابس عباية سودة وملامحه وحشه. حسيت بابا اتوتر فجأة وقال هو قالك كده؟ قلت له أيوة، عشان يقول ده خيال عيال صغيرة. أنت هتاخد على كلامه. وغير الموضوع بسرعة غريبة للعلم، عمر من صغره وهو بيقول لي بشوف مش عارف إيه وكده، بس بقول خيال أطفال عادي. بس متوقعتش رد الفعل ده من بابا خالص، ده كأن بابا مخبي حاجة فعلا. المشكلة إني رغم السن ده ما روحتش البلد إلا كام مرة. من ساعة ما اتولدت ما بدأتش أروح إلا على كبر، حتى عمر ولا شاف جدتي ولا هي لحقت تشوفه. بس استغليت فرصة إننا مسافرين البلد عشان نقضي العيد هناك وكده، ورحت لمرات عمي أصلها من النوع اللي عارف كل حاجة وبتتكلم كتير في البلد تقريبا. مفيش حد هيفيدني أكتر منها. بقولك إيه يا مرات عمي، ما تحكي لي عن جدتي شوية. ياه، أقول لك إيه، بس يا أشرف كانت ست كمل خدتني وربتني زي بنتها. أصلها برضو تبقى زي أمي، بس ما أقصدش كده. أمال تقصد إيه؟ يعني ما كانش في حاجة غريبة كده ولا كده؟ لقيتها بدأت تبلع ريقها وتقول حاجة زي إيه؟ أنت في حد قال لك حاجة كده يبقى في حاجة فعلا. بس ما رضش ألف وأدور. الصراحة لأ، بس طول عمري كل ما أقول للحاج يحكي لي عنها يتوه في الكلام ويتوتر، وكأنه مخبي حاجة، وانتي عارفة مبنجيش البلد كتير فما نعرفش حاجة عن أي حد. لقيتها بصت حواليها وزي ما توقعت طبعها في إنها تحكي كان عمال يلح عليها، فبصت لي وبدأت تهمس. بص، هو الموضوع ده بيني وبينك ما يطلعش بره القعدة دي. قلت لها ماشي، وبعدها بدأت تحكي. ستك من صغرها وها طفلة مختلفة شوية، هادية ما بتتكلمش كتير ودايما في حالها. بس عرفت في يوم إنها حكت لأبوها إنها بتشوف حاجات. حاجات إزاي؟ اللي هم بسم الله الرحمن الرحيم وكده. المهم لما أبوها دعبس ودور في الحوار عرف إن بنته طفلة زهرية. طفلة زهرية يعني إيه؟ ده طفل بيبقى عنده بعض المواصفات زي حور بسيط في العين ولسانه، في شق خفيف بالطول وكذا حاجة كده في بعض. وأهمهم إنه بيشوف سكان العالم الآخر في أقاويل بقى، إن الطفل ده من عالم الجن ومش عارفة إيه. بس كل ده ما كنش يهم أبوها، اللي همه ساعتها إن أهل البلد كلهم عرفوا. طب وإيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ دي نصيبة. إحنا قاعدين في الصعيد، يعني مقابر الفراعنة ياما، وعشان المقابر دي تتفتح لازم طفل زهري زي جدتك عشان يفكوا للرصد من عليها. ده اللي كان معروف ساعتها. وطبعا بقى يجي لأبوها كل كام يوم كذا واحد عايزين يفتحوا مقابر، بس أبوها كان بيرفض لحد ما الموضوع وصل لتهديدات. وأبوها عارف إنه مش هيعيش لها طول العمر، فقرر يتصرف. وعامل إيه؟ راح لواحد من الشيوخ اللي ما كانوش شيوخ، قالوا يشوف له حل يخلي بنته زي أي عيلة ولا يعمل أي حاجة. بس الراجل قال له دي هبة ما يقدرش يعمل فيها حاجة، بس في حل قال له يدله عليه. فقال له الجن بيحب الطفل الزهري، وعن طريقها هيحضر لها جن حارس واسمه حارس، هيفضل مرافقها طول العمر في سبيل إنها كل فترة تديله، بيقولوا بيديله قوة جبارة. بس كان في شرط. إيه هو؟ إنها تكون كملت ال7 سنين. واستنى فعلا لحد ما كملتهم. وأبوها عمل كده. أيوة، كان مضطر من خوفه عليها، وفعلا من بعد الموضوع ده وهي اللي كان بيقربلها كان بموت موتة. وحشوا مرة اتنين خطفوها عشان يفتحوا مقبرة، بيقولك لقوا الاتنين دول تاني يوم موتي واحد فيهم مش عارفين هو مين، كل حتة وعلى وشه معالم فزع، والتاني متبقاش منه أي حاجة للدرجة دي. أيوة، ده في مرة كان فيه طار بين عيلة أبوها وعيلة أبو غفار، وبيقولوا وهم قاعدين في بيت عيلة أبو غفار كانوا عايزين يغدروا بأبوها اللي كان رايح قاصد خير، مع إن ده مش من أصل الصعايدة فيه. البيت ولع بيهم كلهم، محدش خرج منه سليم إلا أبوها والرجلين اللي كانوا معاه. ومن ساعتها ومحدش بقى يقدر يقربلها ولا يقرب لحد من عيلتها. لكن مادام مش ناوي أذى ما كانش بيحصله حاجة. دي حكاية ولا في الأفلام. طب وموت جدتي كان حارس ده ليه علاقة بيه؟ مرات عمي سكتت شوية وبعدين قالت ستك في آخر أيامها كانوا بيشوفوها، وها بتكلم نفسها كانت بتفضل تقول هيموتني خلاص،
ما بقاش محتاج لي هيخلص مني. لحد ما دخلنا عليها في يوم الله، الحفيظ لقيناها مبرقة في السقف والسر الإلهي طلع، بس مرضناش نعرف حد باللي شفناه. سمعت القصة من مرات وفضلت يومين أفكر في الأحداث اللي ميصدقهاش عقل دي، وقلت أكيد تخاريف ولا حاجة، أصله مش كلام مقنع أبدا. ده حتى وأنا سايق العربية ومروحين كان لسه الموضوع في دماغي. بابا، عايز أقول لك على حاجة. صوت عمر كل شوية كان يقطع حبل أفكاري وأنا أسكته، عشان السبب ده أولا، والسبب التاني إن الساعة عدت في النهار بالليل وأنا شايف الطريق بالعافية، لحد ما لقينا فرع شجر كبير في نص الطريق. ما هي ناقصة نزلت من العربية عشان أشيله، وفجأة سمعت صوت، بصيت حواليا لقيت 5 رجالة شكلهم لا يبشر بالخير. 3 منهم فضلوا مثبتني، و2 راحوا جابوا عمر ومراتي وبنتي ملك الصغيرة من العربية. طبعا كلهم فضلوا يصوتوا، وأنا بدأت أقول وأنا مرعوب عليهم: شوفوا عايزين إيه وأنا هديهلكم. فضلوا يضحكوا بطريقة مستفزة لحد ما سمعت صوت موبايلي بيرن. الموبايل عمر كان مخبيه في جيبه، هو ذكي طول عمره. لقيته فتحه بسرعة ولسه هيصرخ فيه، بس واحد من الرجالة حط إيده على بوقه. عمر في الهزة دي فتح السبيكر بالغلط عشان أسمع صوت مرات عمي اللي كانت بتقول: مش عارفة يا أشرف، حسيت إني عايزه أقول لك ده ليه، بس أنا افتكرت حاجة. أبو جدتك لما كان عند الشيخ ده قال له إن حارس ممتد مع نسلها، بس أنت وأبوك أثبتوا عكس ده. الحمد لله. المقلق في الموضوع إن الكلام اللي جدتك قالته قبل ما تودع كان من 7 سنين بالظبط، زي النهاردة اليوم اللي اتولد فيه عمر ابنك. إيه؟ سمعت صوت صرخة راجل من ال5 اللي كان ماسك عمر عشان يسيبه فجأة لسبب مش معلوم، وبعد صوت صرخته حصل صمت غريب. بعدها ال5 رجالة بدأوا يسيبونا ويرجعوا لورا كأنهم شايفين حاجة قدامهم، عشان فجأة إيد الراجل اللي كان ماسك عمر تتشال من مكانها ويظهر مكانها نافورة سودة عشان يمسك مكانها ويفضل صرخ جسمنا. اتصلب من الخضة، ورغم الضلمة اللي في المكان بدأنا نشوف سواد وحاجات بتطير. صرخات الألم بتاعتهم كانت مرعبة. جرينا على العربية بعد ما شيلت فرع الشجر في وسط الصرخات والأصوات اللي بتحصل وطيرنا بيها. بصيت لعمر وأنا أول مرة أركز في الحور اللي في عينه، وأبص لسانه اللي فعلا فيه خط طولي يكاد يكون باين. بصيت له وأنا شايف إيده متعورة وبحاول أكدب اللي شفته واتكلم وكأن مفيش حاجة حصلت، وقلت له: هم عوروك وهم بيشدوك، شاور لي براسه وهو بينفي ده. فسألته: أمال إيه اللي عورك عشان يقول لي منه؟ ده اللي كنت عايز أقوله لك من شوية. هو اللي قال لي كده قال لي إنه صايم بقاله 7 سنين ومستني اللحظة دي. هو مين؟ الشخص اللي شفته مع تيتا في الصورة حارس.